لو بتسأل نفسك ليه أنا مش بشتغل على نفسي وبسيب دماغي للإحباط والأفكار السلبية، احتمال كبير تكون ثقتك في نفسك مهزوزة. علشان تتحرك ناحية أهدافك لازم يكون عندك ثقة في نفسك وفي قدراتك. وركز لي شوية على آخر كلمة، انت فعلا محتاج تشتغل على انك تتعلم مهارات وتتطور فيها علشان ثقتك بنفسك تزيد يوم بعد يوم. وخلي هدفك واقعي، انه مثلا هركز على مهارة معينة وهركز اني ابقى احسن في المهارة دي فيما كنت عليه امبارح حتى لو ب1%. كده ده هدف واقعي وهتقدر تعمله، ولما تعمله فعلا هتزيد ثقتك بنفسك انك قلت انا هعمل الحاجة دي وفعلا عملتها. وخلي بالك ان الثقة ملهاش قيمة قوي من غير ما تكون متقن اللي انت بتعمله. يعني يبقى قدامي هدف ان انا عايز ابقى شاطر فعلا في اللي بعمله علشان الشغل اللي بعمله يكون بالصورة الصح ويبقى له هدف ومعنى انا عايز اوصله. وبرضه الاتقان من غير ثقة مش هيفيدك. يعني ما ينفعش ابقى بعمل الحاجة دي حلوة قوي وشايف نفسي قليل فتخلي الحاجة اللي عملتها دي ملهاش قيمة كأنها حاجة عادية. خليك فاكر إن كل ما تشتغل على نفسك كل ما هيبقى عندك إتقان في الحاجة دي أكتر وثقتك بنفسك هتزيد، وده سر من أسرار النجاح. في ناس عندها هدف كبير بس مش عارفين يبدأوا منين، وممكن يكون هو ده السبب اللي يخليك تأجل كتير. طبعا إحنا لازم يبقى عندنا هدف كبير ونسعى لحاجة عظيمة، بس لما تبقى عايز الأمور كلها تتغير من يوم وليلة ده بيزود احتمالية إنك تيأس وتستسلم بسرعة. زي مثال كلنا عارفينه ومرينا بيه وإحنا بندرس، إنك مثلا لما راكمت عليك مذاكرة فأنت عايز تبدأ وتخلص المنهج في 2-3 وتفضل تهرب وتأجل بس مش بتبدأ برضه. الحل إنك تبدأ بجزء بسيط بمحاضرة مثلا، ولما تخلصها فعلا افرح وتبسط وشجع نفسك. هتلاقي ثقتك بنفسك بتزيد إنك تكمل وتاخد محاضرات أكتر لأنك قلت أنا هعمل كذا وفعلا عملته. المهم هنا واللي عايزين نوصله إن في أي حاجة عايزين نعملها سواء كانت مذاكرة أو شغل أو تغيير في طريقة حياتك هي إنك تبدأ. لو عايز تتقن مهارة معينة مش واقعي إنك تتعلم كل حاجة مرة واحدة، ركز على خطوات صغيرة في البداية، ساعتها هتقدر تتعامل مع الأخطاء بشكل أسهل. وافتكر برضو إن مفيش حاجة بتتعلمها من غير ما تغلط، اغلط وتعلم. ولما تحقق أي إنجاز صغير احتفل بيه، ده مش بس بيشجعك ده بيزود ثقتك في نفسك إنك تكمل في الطريق، وهتحس إنك بقيت أقرب وأقرب لهدفك. فببساطة قسم الهدف الكبير لخطوات صغيرة، لأنك كده هتحس إن الموضوع أسهل وهتقدر تبدأ فعلا. غير كده هتحس إنك تايه ومش عارف تبدأ منين، فهتكسل أو تتوتر زيادة عن اللزوم. أوقات كتير وإحنا قدام قرار هناخده دماغنا بتفكر يا ترى القرار ده صح ولا غلط، بس مفيش حد يقدر يتوقع المستقبل. كل طريق ممكن نمشي فيه في تجارب هنتعلم منها. كل واحد فينا له هدف ورسالة في الحياة، المهم إنك تعيش التجربة وتستمتع بيها. وأي حاجة هتحصل سواء في نظرك الموقف ده حلو أو وحش إحنا بنتعلم منه. وياما حصل معاك إن حاجات كنت مفكرها خير ليك وطلعت شر، وحاجات كنت مفكرها شر ليك وطلعت خير. ما تفضلش دايما قلقان وبتسأل نفسك يا ترى أنا اخترت صح ولا غلط. القلق ده بيعمل توتر على الفاضي، وحتى لو بعدها شفت إن القرار ده كان بالنسبة لك غلط، الغلط مش مشكلة. المشكلة الحقيقية إنك ما تتعلمش من الغلط. كلنا محتاجين نغلط، فبلاش تلوم نفسك، أو الأسوأ إنك تلوم اللي حواليك. كل مرة بتتعلم حاجة جديدة من المواقف، ولما تتعلم أكتر شخصيتك بتبقى أقوى وثقتك بنفسك بتزيد، والتوتر والقلق ده بيقل واحدة واحدة لأنك بتبقى فاهم وعارف نفسك أكتر. نيجي بقى لجزئية مهمة وهي جزئية إزاي تقول لأ. إحنا ساعات بنوافق على طول على أي حاجة، لما حد يقولك ما تعمل لي كذا وكذا ولا تعالى نروح هنا، وانت تخاف يزعل وتقول ماشي على كل حاجة ومش بتعرف تقول لأ. انت كده بتخسر قيمة وقتك وطاقتك وبتخسر نفسك من الآخر. يعني كم مرة صحابك قالوا لك يلا نخرج وانت كان عندك حاجة أهم تعملها وبرضه قلت ماشي عشان مش عايزهم يتضايقوا. كم مرة كملت في علاقة بتأذيك عشان خايف تواجه اللي قدامك. كم مرة سبت الناس تعاملك على مزاجها وتتريق عليك وما حطيتش حدود في المعاملة. ليه بنعمل كده؟ عشان خايفين نقول لأ، خايفين نزعل حد، وكمان خايفين نواجه اللي قدامنا. في علاقاتنا مع الناس كمان ممكن بنخاف نقول لأ العلاقة مش مستريحين فيها عشان حاسين ان الفرصة ديت مش هتيجي تاني. يعني بنخاف لو العلاقة دي انتهت ما نقابلش الشخص المناسب،
بنخاف مثلا لو الصداقة دي انتهت مش هنلاقي صديق تاني مناسب. لما تتعلم تقول لأ، حياتك هتتغير حرفيا، هتوفر لنفسك وقت ومجهود وطاقة. الناس مش هتزعل منك لما تقول لأ، بالعكس هتبدأ تحترمك أكتر، لأنك كده عندك شخصية قوية وعارف أهمية وقتك. قول لأ لأي حاجة ملهاش لازمة بالنسبة لك. ساعات بنوافق نعمل أي حاجة مش عايزين نعملها لمجرد إننا خايفين نضايق الناس، خايفين نواجه اللي قدامنا، وقلقانين من رد فعل الناس لو قلنا لأ. بس لما تبدأ تقول لأ، هتكتشف إنك بقيت أهدى، بقيت تركز في الحاجات اللي فعلا بتحبها، بقيت تستمتع بالحاجات اللي بتوافق عليها أصلا. انت مش أناني لو قلت لأ. أهلك وصحابك الحقيقيين هيفهموا وهيفضلوا يحبوك حتى لو ما حضرتش خروجة أو مناسبة، أو لو مثلا ما وافقتش تعمل لهم حاجة معينة لأنك كنت مشغول. ولو حد زعل منك عشان الحدود ديت، فده ممكن يكون وقت إنك تراجع علاقتك بيه. لو حاسس إنك مش عايز تقول لأ بطريقة مباشرة، غير طريقة الكلام. بدل ما تقول لأ مباشرة، قول مثلا أنا كنت عايز أخرج معاكم فعلا، بس بصراحة عندي شغل مهم ولازم أخلصه النهاردة. كده أنت ما جرحتش حد، ولا جيت على مشاعر حد، ولا أنت أناني زي ما أنت فاكر، بس حافظت على وقتك وطاقتك وما أهدرتهمش على الفاضي. لازم تختار كويس الناس اللي بتقضي وقتك معاهم. إحنا كبشر كائنات اجتماعية، والناس اللي حوالينا لهم تأثير كبير جدا علينا. لو قضيت وقتك مع ناس سلبية كل تفكيرها سوداوي، حتى لو انت اكتر واحد متفائل في الدنيا، هتلاقي نفسك بتتسحب لطريقة تفكيرهم، وشوية شوية هتلاقيك بتفكر زيهم، ودماغك بتتملي بأفكارهم السلبية من غير ما تحس، وهتبدأ تتصرف زيهم. فكر معايا كده، المتشائم لما يواجه مشكلة بيعمل ايه؟ بيبقى كل تركيزه ليه ده حصل؟ اشمعنى انا؟ بيبعد تماما عن فكرة ازاي هنحلها او هنعمل ايه دلوقتي، ويقعد يندب حظه ليه حصل معايا كده، ويدور على سبب يخليه يحس ان الحياة ضده والدنيا سودة. لكن الشخص المتفائل بيفكر بطريقة مختلفة تماما. لو رحت له بفكرة هيشجعك تعملها، ولو عندك مشكلة هيساعدك تلاقي حل. بيحاول يخرجك من اللي انت فيه ويديك طاقة تكمل. علشان كده خليك دايما وسط ناس بتشجعك وبتخليك تفكر بطريقة تساعدك في حياتك وتحافظ على راحة بالك، مش ناس تشدك لورا وتملى دماغك أفكار سودة. وزي ما الناس اللي حواليك هيأثروا على طريقة تفكيرك، انت كمان ليك دور انك ما تقارنش نفسك باللي حواليك، لان ده هيأثر عليك بالسلب. مش طبيعي انك تكون دايما بتحاول ان الكل يكون معجب ومنبهر بيك وانك تكون احسن من الناس كلها، وتفضل دايما عايش في جو المقارنة، وتكون طول الوقت كمان قلقان من شكلك قدام الناس. انت كده مش عايش حياتك، انت كده عايش بتجري في سباق ملوش معنى. كل واحد فينا مختلف في طريقة تفكيره، في تربيته، في البيئة اللي عاش فيها، في تعليمه، في هدفه في الحياة. مفيش حد زي التاني، فرأي الناس مش بيكون دايما بالأهمية الكبيرة ديت. والتفكير الدايم في حتة إن الناس شايفيني إزاي وهتقول عليا إيه ملهاش لازمة. كمان المقارنة ما بينك وبين حد تاني ملهاش معنى. الطريقة الوحيدة اللي هتبعدك عن الضغط ده كله، إن اللي يكون بيحركك هو هدفك أنت، مش هدف حد تاني أو رأي الناس فيك. من وإحنا صغيرين المجتمع برمجنا إننا نعيش عشان رأي الناس. عشان كده أغلب الناس بتخاف تكون مختلفة، بتخاف تقول رأيها، بتخاف تمشي في طريق غير اللي الكل ماشي فيه. لما تبقى أفعالك مبنية على دوافعك وأهدافك اللي جواك، مش هتكون بتقارن نفسك طول الوقت بناس تانية، ولا هتشوف نفسك أقل من فلان ولا أحسن من علان. وده مش معناه إننا ننعزل عن الناس وما نشوفش إنجازاتهم، بالعكس، شوف الناس اللي بتعتبرهم قدوة وحققوا إنجازات انت حبيتها عشان تتعلم منها، مش عشان تقارن نفسك بيها. ما تبص على حد ناجح، شوف مجهوده وإصراره، خلي دي حاجة تشجعك مش سبب يخليك تحبط وترجع لورا. لأن حتى الناس الناجحة لو قعدوا يقارنوا نفسهم ببعض مش هيكونوا مبسوطين، مش هيعجبهم العجب. اللي ما كانش راضي بالنعم اللي عنده ومقدرها مش هيملى عينيه حاجة مهما حقق من إنجازات في حياته. انت مش أحسن ولا أوحش من حد، انت إنسان مختلف عن غيرك، رحلتك مختلفة عن غيرك، بتعيش رحلتك انت. فركز على رحلتك وإنك تكون أحسن مما كنت عليه امبارح، مش هنقارن نفسنا بحد.